النهاردة عن واحدة ست غنية كانت من غرورها في نفسها وثروتها مش شايفة الناس التانية بني آدمين أصلا. كان عندها خادم بسيط كانت بتهينه وبتضايقه على كل كبيرة وصغيرة. وفي يوم القدر رمى الست الغنية دي مع نفس الخدام على جزيرة مقطوعة. العيشة فيها ما كانتش سهلة خالص، ولما الجوع والعطش والعجز بدأوا يكسروها ساعتها جت للخدام الفرصة إنه ياخد حقه في كل الظلم اللي شافه، لأن الريموت دلوقتي بقى في إيده هو. وهيبة الهانم ساحت وهي بتطبخ السمك، وأقل شوية نفس كانت بتتعاقب عليها عقبات كتيرة قوي هنشوفها في حكايتنا النهاردة. الحكاية بتبدأ مع أمبر، ست متجوزة رجل أعمال كبير وناجح في حياته، بس من كتر ما هي عايشة في الرفاهية الشديدة وغرورها في فلوس جوزها توني ما بقتش بتكلم أي حد عدل، ويمكن علشان كده معظم الناس ما كانتش بتطقها خالص. بس كل ده ما كانش فارق معاها أبدا. والمرة دي علشان تقضي أجازة سافرت مع جوزها وكابلين أصحابهم على طيارتهم الخاصة لليونان. ولما وصلوا هناك أجروا يخت فخم جدا علشان يتفسحوا في البحر ويتمتعوا بالهواء الطلق. أول ما وصلوا اليخت أفراد الطاقم وقبطان اليخت بيرلي رحبوا بيهم بكل احترام، بس لما القبطان كان بيسلم على الكل أمبر كالعادة فضلت في التناكة بتاعتها وما سلمتش عليه ومشيت بكل غرور. الكل طبعا استغرب جدا من الحركة دي. على نفس اليخت ده كان شغال شاب اسمه جوزيف، وبصراحة تصرف أمبر ده ما عجبوش خالص ولا حتى شوية صغيرين. بعدها شال شنطهم ووداها علشان يوريهم اوضهم، لكن أمبر ما عجبهاش أي حاجة هناك، ومن تصرفاتها الوقحة كان باين عليها إنها شايفة نفسها تستاهل أحسن من كده بكتير. بعدها سألت بكل وقاحة هو في جيم هنا؟ فجوزيف بكل هدوء راح جاب عجلة صغيرة وقال لها ممكن دي تفي بالغرض. طيب في الحقيقة طبعا هو كان بيتريق على أمبر، ولما شافت كده قالت بغضب شديد أنا ممكن أطردك من شغلك. تاني يوم الكل راح يغطس بقوارب صغيرة والكل نزل المية علشان يستمتع بيومه، لكن أمبر ما نزلتش لأنها كانت بتخاف جدا من المية، وقالت لجوزيف أنت هتفضل معايا هنا في القارب. وبالفعل جوزيف اضطر يفضل معاها بسبب إصرارها. ساعتها جوزيف قال لها المفروض تنزلي تعومي معاهم. أمبر لما سمعت كده ردت بكل وقاحة شديدة وقالت هو أنت بقى اللي دلوقتي هتقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه؟ طبعا تصرفها ده ضايق جوزيف جدا، بس كان هيعمل إيه يعني غير إنه يسيبها. بعدها بنشوف مشهد في تاني يوم أمبر كانت بتتمرن في مكانها وجنبها جوزيف كان بينظف. أمبر لما شافته بدأت تهينه، ولما سمع كده جوزيف مشي من المكان علشان ما يغضبش أكتر. بعدها بنشوف إن الكل قاعد علشان يتغدى والكل كان بياكل بمزاجه، لكن أمبر ما عجبهاش الأكل، وبغضب شديد بدأت تكلم جوزيف بطريقة وحشة جدا وقالت له الأكل ده بارد يا عم سخنه هاته دلوقتي. لما سمع كده جوزيف فقد أعصابه وبغضب كب الأكل كله على راسها فجأة. أمبر بدأت تصرخ بغضب وقالت يا غبي أنت عملت إيه؟ ساعتها جوزيف فجأة شالها ورماها في البحر، بس بعدين طلع إنه كان بيتخيل كل ده. بعد كده راح المطبخ وبدأ يحكي لأصحابه عن تصرفات أمبر وقد إيه الست دي مغرورة ومتغطرسة. فبيرلي قال له الأغنياء دايما كده، لازم دايما نضحك لهم ونسمع كلامهم وما لهمش علاج خالص. بعدها بيرلي أخذ الأكل وراح، بس هي كلمت القبطان كمان بقلة ذوق وقالت له أنا بقرف بصراحة من الخدم دول، قول لهم ما يجوش قدامي كتير. وعدى يومين على الحال ده والكل كان بيستحمل نكد أمبر بالعافية، وده لأنها كانت بتتعصب على أتفه الأسباب، وأكتر واحد كانت بتضايقه هو جوزيف اللي كان زهق من كل تصرفاتها اليومية، ودلوقتي بقى معظم الوقت بيحاول يفضل بعيد عن عينيها وعن أي مشاكل ممكن تحصل. وفي ليلة وأمبر سكرانة خبطت في جوزيف وقالت له أنت بتشتغل كتير قوي، تحب تيجي ترقص معايا؟ جوزيف كان جواه نار انتقام مولعة وفهم إنها بتحاول تجر ليها، فقال لها أنا عمري ما أرقص مع واحدة زيك وسابها ومشي. تاني يوم أمبر قالت إنها عايزة تروح تصطاد في البحر. جوزيف فهمها إنهم لازم يروحوا بعيد جدا علشان ده، والجو بصراحة ممكن يتغير بسرعة، فعلشان كده فكرة اننا نسيب اليخت ده يعتبر غباء. لكن أمبر ما سمعتش كلام اي حد وفضلت مصممة، فجوزيف اخدها بقارب بموتور كده وبدأ يبعد عن اليخت شوية بشوية. بس بعد ما بعدوا كتير فجأة في نص الطريق القارب عطل وما اشتغلش. جوزيف حاول يشغله كتير ولكن الموتور ما اشتغلش خالص. لما بص على البنزين لقى ان القارب ما فيهوش بنزين اصلا، وانه هو طالع ما بصش على البنزين قبل ما يتحرك. فأمبر اتجننت كده وقالت له شغله بسرعة، انا مش عايزة اي توتر ولا مشاكل. فجوزيف قال لها انا قلت لك من الاول ما تجيش، بس انت بسبب عنادك انا كمان اتحبست هنا معاكي، فاقعدي ساكته بقى ولازم نستنى حد يجي يساعدنا. ودلوقتي الاتنين محبوسين في عرض البحر وكان عندهم امل بسيط ان حد يجي قريب وينقذهم في الموقف الصعب جدا ده. بس ليله عدت وجي تاني يوم ومحدش جه فعلا، والامل بدا يقل شويه بشويه، وتقريبا الاكل والشرب خلصوا خالص. وفوق كل ده امبر بدات تتنطط بغضب وقالت له خرجني من هنا بسرعه والا مش هسيبك. جوزيف اتعصب جدا من كلامها ده، بس ما كانش قادر يعمل اي حاجه
وكان مضطر انه يستحملها. ساعتها امبر لقت في الصندوق مسدس، فجوزيف قال لها بهدوء ان ده مسدس اشاره بيستخدم علشان يطلبوا مساعده من بعيد، وعلشان كده ما تضربيهوش دلوقتي. الوقت فضل يعدي ببطء شديد وهم كانوا جعانين جدا ومرهقين بسبب التعب، فجوزيف باي شكل قدر يصطاد كده سمكه صغيره واداها كمان لامبر علشان تاكل. بس امبر قالت بقرف شديد دي قذره يا عم ورمتها لبعيد. ساعتها شافوا من بعيد قارب بيظهر، فامبر اخذت المسدس بتاع الاشاره وكانت هتضربه ولكن ما عرفتش تستخدمه صح، وفي وسط اللخبطه دي بالغلط ضربت طلقه في القارب وللاسف اتخرم. ودلوقتي الاتنين ماسكين في النص الباقي من القارب وعايمين من الخوف. وعدت ليله كامله وفوق كده بدات تمطر والدنيا بقت عاصفه عنيفه، بس الاتنين مسكوا في القارب وقضوا الليله وسط الموج. تاني يوم الصبح لما فتحوا عينيهم شافوا من بعيد جزيره صغيره، وعلى طول امل جديد صحي جواهم فجاه، والاتنين وصلوا للجزيره دي بعد رحله شاقه جدا. بس اول ما وصلوا امبر قالت بغرور المحامي بتاعي هيقابلك قريب وهيرميك ورا القضبان. جوزيف قال لها بثقه اعملي اللي انت عايزاه، انا مش فارق معايا اي حاجه، واصلا انا مش طايق واحده غريبه زيك، شكلك انت كمان حاسه بنفس الحاجه، وعلشان كده من هنا ورايح كل واحد فينا هيروح لطريق مختلف. دلوقتي الجزيره دي كانت مقطوعه تماما والعيشه فيها كانت هتبقى صعبه جدا ومعقده، ولكن لازم يواجهوا الموضوع ده. جوزيف وهو طالع فوق الجزيره لقى كوخ صغير وشكله كده كان في حد عايش فيه قبل كده، فعلى طول ظبطه شويه علشان يبقى صالح للمعيشه، وبعدين شرب من شلال قريب وبدا يجهز ادوات علشان يصطاد بيها سمك بكل سهوله. وهناك بنشوف امبر اللي بعد ما لفت في كل حته وما لقتش حاجه مفيده راحت استخبت في مكان بعيد وبدات تبص على جوزيف بعيون مليانه فضول وحيره. جوزيف بعد شويه اصطاد سمكه ورجع وقعد في الضلمه ياكل براحته بدون اي ازعاج. امبر لما شافت كده راحت عنده وقالت له اديني شويه سمك علشان اكل، لكن جوزيف رفض وقال لها انا مش هديكي حاجه لانك دايما بتعامليني وحش. وللاسف غرور امبر لسه منزلش، وبكل عنطزه كده قالت له خلاص انا عايز اشتري السمك ده منك دلوقتي، لكن جوزيف قال لها بحزم انا مش ببيع السمك ده لاي حد. امبر قالت له على فكره انا هديلك $1000 وادته كمان اسورتها الذهبيه اللي كانت لابساها، لكن جوزيف رماهم وقال لها هنا لا فلوسك هتنفع ولا حتى غرورك، ولو جعانه يا ست الكل روحي اصطادي بنفسك من غير اي مساعده. امبر اتعصبت ورمت عليه تراب من الارض، فجوزيف هو كمان اتجنن شويه واداها قلم على وشها وقال لها لو عايزه تاكلي اي حاجه لازم تقولي لي حضرتك، على الجزيره دي انا مديرك وكل كلامي لازم تسمعيه، ومن النهارده انت خدمتي وانا سيدك، واول حاجه هتعمليها تغسلي كل هدومي وتنشريهم، وبعدها بقى لو مزاجي راق هديكي تاكلي. امبر دلوقتي ما كانش قدامها اي حل تاني، فبكل غضب شديد غسلت كل هدوم جوزيف وبعد ما نشف ودتهم له بدون اي تاخير. بعد كده جوزيف قال لها روحي املي ميه، وبالفعل عملت كده بسرعه وبعدها ادالها تاكل. وشوفوا يا جدعان الدنيا دي بتتغير ازاي، ست غنيه ومغروره كانت بتتعصب بس لو الاكل برد شويه، انما دلوقتي بسبب الجوع الشديد كانت بتاكل الاكل نص ني تقريبا. وجوزيف طبعا كان عايز كده علشان تحس بغلطها وغرورها يتكسر شويه بشويه. بعد كده راح يريح في كوخه الصغير وقال لامبر تنام بره، بس لما امبر طلبت تنام جوه قال لها لو هتنامي جوه مفيش مكان غير جنبي علشان المكان ضيق جدا. لما سمعت كده امبر رفضت ونامت بره. اول ليله ليهم على الجزيره عدت، والصبح الاتنين راحوا يصطادوا سمك مع بعض، وبعد شويه اصطادوا سمكه ورجعوا للكوخ. بس دلوقتي جوزيف كان اتغير تماما ووقحته كانت بتزيد يوم ورا التاني، وكان بيصطاد السمك بس وبقيه الشغل كله كانت امبر اللي بتعمله، ولو اظهرت شويه غرور بس كان بيعاقبها فورا. بعدها في يوم لما جابت خشب علشان تطبخ السمك جوزيف قال لها تغني وهي بترقص، وغصب عنها امبر كانت بتنفذ كل طلباته بدون اي اعتراض. دلوقتي امبر كخدامه بقت بتغسل كل هدومه، ولو ما سمعتش كلامه جوزيف كان بيعاقبها فورا. الوقت فضل يعدي وعلى الجزيره دي بالراحه كده بدات تتكون كيمياء غريبه جدا بينهم رغم كل الصعوبات. بعدها في يوم لما امبر كانت بتطبخ السمك فجاه جوزيف قال لامبر المسي ايدي. امبر في الاول رفضت بس الظروف كانت كده وغصب عنها اضطرت تعمل كده. جوزيف كان بيعمل كل ده علشان كل تكبرها يتكسر بالتدريج وتبقى انسانه كويسه. بعدها في يوم لما امبر كانت بتشتغل جوزيف راح عندها وبدا يضايقها علشان حاجه صغيره، وامبر كانت زهقت جدا وعلشان مضايقاته المستمره ادته بالشلوت في مكان حساس وبدات تجري. جوزيف وهو مليان غضب جري وراها بسرعه، وامبر كانت فاكره انه يمكن دلوقتي هيستغل ضعفها، وده لانها عارفه كويس انها مش هتقدر تخرج من الجزيره دي. بعد ما جري شويه جوزيف مسكها ودلوقتي كان قرر انه هيعلمها الادب بجد، ولكن من غير ما يعمل معاها اي حاجه زياده او حتى عنف. قرب منها شويه وبعد كده سابها. هو في الحقيقه كان عايز يحسسها يعني ايه تبقى ضعيفه ومحتاجه حد يساندها. بعدها قال لها انت دايما بتكلمي الناس الاقل منك بقله ذوق، بس هم برضو كبني ادمين ليهم حق، فلما ترجعي تبقي انسانه كويسه وتيجي عندي انا هساعدك على طول. في الواقع جوزيف بطريقه ما كان بدا يعجب بامبر، وعلشان كده كان بس عايز يحسسها ان اللي عملته مع الناس طول الوقت كان غلط. دلوقتي امبر كمان بسرعه حست بغلطتها وفهمت انها كانت قاسيه جدا، وجوزيف كان يقدر يعمل معاها اي حاجه ولكنه اختار ما يعملش اي حاجه، وده طبعا شيء خلاها تحس بالندم. وقضت ليله كامله قاعده جنب البحر بتتامل الامواج والهدوء،
فوق. وتاني يوم الصبح راحت عند جوزيف وباست رجليه وهي بتعتذر له بصوت هادي. جوزيف على طول سامحها فورا، وبعد كده الاتنين بقوا اصحاب كويسين وبقوا بيعملوا كل حاجه سوا وبيشاركوا بعض في كل صغيره وكبيره. حياتهم دلوقتي اتغيرت بالكامل، وبالراحه كده الاتنين بداوا يقربوا من بعض اكتر من اي وقت فات. بعدها في ليله من الليالي الاتنين فقدوا السيطره على نفسهم وقربوا من بعض جدا. امبر كمان حست انها بدات تحب جوزيف بجد من قلبها. الاتنين عاشوا سوا في الكوخ الصغير وبداوا يشاركوا وحدتهم مع بعض، وكانوا بيحاولوا يخلوا حياتهم على الجزيره بسيطه وجميله ومليانه لحظات دافئه. بعدها جوزيف في يوم كده قال لها انت ازاي بقيتي وقحه كده، وليه في اليخت كنتي بتعاملينا وحش جدا؟ فجاوبت وقالت جوزي على قد ما هو باين انه حنين، ولكن في الحقيقه هو مهمل شويه من الاول ومفيش بينا اي ارتباط حقيقي، وعلشان كده كنت متوتره جدا وما كنتش فاهمه اي حاجه. لكن انت بقى حسستني بالاحساس اللي انا المفروض احسه. انا بحبك قوي وعمري ما عايزه اخسرك. جوزيف كان بيحبها من الاول اصلا، فوافق فورا بدون اي تردد. دلوقتي الاتنين على الجزيره مبسوطين جدا مع بعض وكانوا بيستمتعوا بكل لحظه. بس في يوم وامبر بتجيب خشب للكوخ فجاه عينيها وقعت على سفينه ماشيه في البحر، واول ما شافتها بدات تشاور، ولكن في لحظه كده وقفت وترددت. بالليل ما قالتش لجوزيف اي حاجه عن الموضوع ده، وكانت فاهمه كويس قوي ان لو رجعت لحياتها القديمه يمكن تخسر جوزيف للابد، وهي كانت عايزه تفضل عايشه معاه على الجزيره مهما كانت الحياه صعبه. بعدها في الكوخ لقوا ازازه خمره وشربوها مع بعض ورقصوا طول الليل، والاتنين قربوا من بعض اكتر من الاول. ومن الليله دي الاتنين عاشوا وكانهم ازواج حقيقيين، وكانوا عارفين ان على الجزيره دي مفيش حد شايفهم، وعلشان كده استغلوا اللحظات بالكامل. الثلاث اربع ايام اللي بعد كده قضوهم متعه ومرح، وكانوا بيصطادوا سوا وكانوا بيحاولوا يخلوا كل لحظه ذكرى بينهم جميله جدا. امبر ما كانتش عايزه ترجع للحياه القديمه تاني، لكن جوزيف في وسط كل ده كان عنده امل بسيط ان حد هيجي يساعدهم يوم من الايام. بعدها في يوم هم بيرتاحوا على الشط شافوا مركب بيقرب، وجوزيف فرحان وحاول يشاور للمركب بسرعه، لكن امبر وقفته وقالت له لو مشينا من هنا هنتفرق للابد. من الاخر انا عشقتك بجد وعايزه افضل معاك كده دايما. لكن جوزيف فهمها بكل حب وقال لو حبنا حقيقي يبقى هنفضل زي ما احنا سوا في اي وقت واي مكان، وحبنا هيفضل عايش مهما حصل. انا واثق فيكي تماما ان انت لو ندهتي عليا هجيلك فورا. بعد كده شاور للمركب والاتنين انقذوهم بكل امان. دلوقتي الاتنين على المركب، وجوز امبر توني جاله خبر ان امبر لقوها، فجي يستقبلها في المينا وحضنها بكل حراره، وبعدين قال لجوزيف انت انقذت حياه مراتي، فازاي بقى هقدر ارد لك الجميل ده؟ لكن جوزيف كان حزين شويه وما ردش وفضل ساكت ومشي. بعدها لما راح النادي راجل جه ومعاه شنطه مليانه فلوس، وتوني كان بعتها هديه لجوزيف، لكن جوزيف رمى الشنطه وقال انا مش عايز اي هدايا، وكان موقفه ثابت جدا. بس برضه الراجل ساب الشنطه ومشي، وجوزيف فتح الشنطه ولقى جواها فلوس وكان ناوي يرجعها، بس في الطريق شاف محل مجوهرات واشترى الامبر خاتم غالي جدا. ودلوقتي كان قرر انه هيتجوز امبر، فاتصل بيها وقال لها انت وحشتيني جدا، يا ريتنا كنا فضلنا على الجزيره وما سيبناش بعض خالص. امبر جاوبت وقالت انا دايما هفضل معاك مهما كان قرارك، اكتب كل حاجه في جواب قبل ما امشي بكره وسيبه في استقبال الفندق وانا اكيد هستلمه. جوزيف عمل كده وكتب لامبر جواب انه عايز يتجوزها، وقال هنسافر بلد تانية للابد وهنبدا بدايه جديده هناك، اول ما يوصل لك الجواب ده تعالي المينا انا مستنيكي. بعد ما كتب كل ده ساب الجواب مع الخاتم في الاستقبال. بس الصبح قبل ما امبر توصل الجواب وقع في ايد توني وما خلاهوش يوصل لامبر. دلوقتي امبر استنت جواب جوزيف وغصب عنها ركبت الهليكوبتر مع جوزها. ساعتها توني ادى الموظف في الفندق بقشيش مع الجواب واللي كان مكتوب فيه عنوان مركب جوزيف. بعدها الشاب اخذ الجواب وراح اداه لجوزيف وقال ان الناس اللي لسه ماشيين بالهليكوبتر هم اللي بعتوه. جوزيف فتح فورا وشاف ان ده نفس الجواب اللي بعته وفيه كمان الخاتم. بعدها جري على طول وهو بيحاول يوصل للهليكوبتر باي شكل، لكن خلاص كان فات الاوان وما كانش فيه اي فرصه. امبر كانت زعلانه وكانت فاكره ان جوزيف ما بعتش الجواب، وجوزيف كان فاهم ان امبر رجعت الجواب ورفضته للابد. وجوزيف وصل هناك وبقلبه المكسور رمى الخاتم بقوه ناحيه البحر، والخاتم وقع مباشره في الميه. ودلوقتي حبهم بسبب سوء الفهم وتوني فضل ناقص للابد.